اهلا، مساء الخير. انا عمرو رشدي احمد مكي، ودي رحله فاشل ولا ناجح. Let's go! في نص الألفية وتحديدا في سنة 2005 السينما كانت بتعيش أحسن أيامها. كفاية بس أقولك إن في السنة دي نزلت أفلام زي حرب إيطاليا، ملاك اسكندرية، أبو علي، بوحة، زكشان، يانا يا خالتي، وأفلام تانية كتير. سوق السينما كان مليان والمنافسة كانت شرسة، وصعب تنجح وسط العالم دي إلا لو عندك بجد حاجة مختلفة وجديدة غير كل اللي موجود. وهنا يجي دور بطل حكايتنا. ضوء لمع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا حين يبدو ويختفي حين تلك إشارة مكي. الحاجة اللي هنقولها كتير في الفيديو ده هو كرييتيف ده اللي هو الشخص المبدع، او بطريقة تانية زي ما مكي بيقول انت عشان توصل لهدف جديد وبعيد لازم تجرب. مكي بقى في بداية حياته ما كانش بيعمل حاجة اكتر من انه بيجرب. فيلم ماشي، مسلسل، وماله، اعلان ما يضرش. في مشروع التخرج من المعهد عمل فيلم فانتازيا فكرته جديدة، أنا يحيى قائد فرقة الكونغ فو في النادي، رغم انه عارف لان الفانتازيا بتمشيش في مصر خالص. وتعرض الفيلم على الشاب احمد الفيشاوي اللي يدوب كان لسه عامل مسلسل عفاريت السيالة ونجح جدا بالمناسبة. احمد مكي، انا وقتها كنت قاعد في هوتيل، فمكي قال لي انا عايز اجي لك اقابلك عشان اعرض عليك فيلم وكده، عامل مشروع تخرج، اوريك المشروع. وقعد بقى يحكي لي بالاصوات يعني يا بتفوت يحيى المصري مش هيفوت. واتعمل فيلم الحاسة السبعة، فيلم مختلف عن اي حاجة شافتها مصر في الوقت ده، حاجة كده. طيب، فيلم كوميديا، رومانسي، دراما، اكتر نوعية افلام بتنجح في مصر لحد النهاردة. فريق العمل كله جديد بس الفيلم معمول كويس جدا. يعني كده عندنا فكرة كويسة، ممثل شاب واعد، فريق عمل جامد. طيب الفيلم شكله هينجح وهيكسر الدنيا، بس للأسف الفيلم بيفشل. الاسباب كتير ممكن نعدها للصبح، بس ممكن تختصرهم في ضعف التسويق. الدعاية بتاعت الفيلم كانت سيئة، ويمكن الناس اصلا ما سمعتش ان الفيلم موجود في السينما وقت عرضه. سبب كمان هو الغضب اللي كان موجود اتجاه احمد الفيشاوي في الوقت ده تحديدا بسبب قضية النسب اللي كانت مرفوعة وقتها عليه. بس اهم سبب في الاخر ممكن نقول ان هو الفكرة والتنفيذ اللي كانوا بعيد قوي عن عقلية الجمهور في الوقت ده. مكي بيحبط بس ما يقسش، ودخل بعديها يحضر لمشروع اخراجي جديد، وفي 2006 ينزل واحد من احلى السات كومز اللي في تاريخ مصر. المسلسل مش من اخراج احمد مكي، ده من اخراج شريف عرفة. احمد مكي ايه؟ انا كنت بحضره كمخرج اصلا، العمل ده كنتش همثل فيه، وكان ساعتها اللي عامل الشخصيه دي كانتش كده، كانت شخصيه شكل تاني خالص، ولا كان بشعر ولا كان بيتكلم كده ولا اي حاجه. هذا الشخص حصل ظروف ما صورش معانا، فساعتها كان الدنيا هتقف لان ده كان مبني عليه حاجات كتير. فقعدنا كام يوم بعد كده قلت لهم خلاص انا هعمل الدور ده. فقعدت افكر وقعدت شويه لحد ما عملت التركيبه دي على بعضها، واتخلق شخصيه هيثم دبور، شخصيه مختلفه جدا في الوقت ده، في شكله، لبسه، طريقه كلامه، حاجه كده ما تطلعش غير من حد عنده الشخصيه بتضرب وبتحقق نجاح كبير. نجاح مكي نفسه ما كانش يتوقع ربعه، والحقيقه هو ما كانش عايزه اصلا، ده غير شكله مخصوص عشان ما يتعرفش. وبيني وبينك انا كنت قاصد اغير شكلي خالص برضو، علشان انا ما كنتش عايز اكمل قوي يعني موضوع التمثيل. انا كنت عامله اسند الموضوع ده وارجع تاني للاخراج. دبور مش بس نجح، دبور بقى ظاهره بمعنى الكلمه. الناس كلها بتتكلم زيه، بتلبس نفس الستايل، بتربي شعرها بنفس الشكل، بيعمل اعلانات، الزعيم بيطلبه في فيلمه جاي بالاسم. نجاح مش طبيعي، حاجه كده زي اللي عملها محمد سعد في السوق وقت ظهور شخصيه الليمبي. تفتكر فين انت، في وجاهه الليمبي ولا حلاوه الليمبي ولا طعامه الليمبي؟ وعلى نفس خطى الليمبي في 2008 مكي ينزل بفيلم اتش دبور. الفيلم بينجح جدا، واحمد مكي اللي كان بيهرب من شخصية دبور بقت هي اول سلمه في طريقه عشان يكون نجم. ومش بيكتفي بالفيلم بس، ده عمل كمان اغنية راب. يو جدعان طيبين وبقلبك كبير، كلمات غريبة عني ما بسمعهاش كتير. في الوقت ده الراب ما كانش موجود تقريبا في السوق. في شوية شباب بيحاولوا هنا وهناك، بس ما فيش نجم معروف بيغني راب، مش زي دلوقتي. رطراطة في الكلام والفولة في بقك ما بتتبلش. حوش السرية اسم الله في بحر المكر عايم، لو كان على الرطرطة فانت بترغي وانت نايم. مبشرة مقشرة مقورة مبخرة مسكرة سلكة شواية غباية غلية دفاية فلية هواية مشاية قلية دلية وردية. بعد النجاح اللي حققه ميكي في السينما والتلفزيون كممثل، ميكي بيفهم ان مفيش رجوع تاني لكرسي المخرج في الوقت الحالي، وبيقرر يقدم كل اللي عنده من افكار، بس المرة دي كممثل. وفي 2009 بيقدم عمل اقل حاجة تتقال عنه، فيلم بهيج طير انت.
رغم ان الفكره مقتبسه من فيلم تاني، بس هي دي صناعه الترفيه. هتلاقي فيلم واخد من مسرحيه، واخده من روايه، واخده من قصه قصيره، وهكذا وهكذا، بس الابداع كله هتضيف ايه مختلف في العمل ده؟ الحقيقه ميكي انفجر في الفيلم ده، ما قدمش شخصيه ولا اتنين، ده قدم 7. ويمكن تفتكر ان في اي شخصيه منهم اتعملت بس اي كلام عشان تعدي، بس لا، كل شخصيه كان متعوب فيها ومكتوبه حلو جدا. خد عندك دكتور بهيج، اتأخرت على الشغل. كابتن ميشو، اللي قدامك ده لايك اهم موديل بوكسرات في الميدل ايست. الكبير، وده هنرجع له كمان شويه. نفسي اعرف يفرق عني ايه الواد ده؟ سوما العاشق، ادخلني يا عم حسام. طال عمره، لا حبيبي انا ابن بلد زيك ها، وباكل فول وطعميه. حسن شحاته، ربنا يلطف على الماتش. والاخر مره على الشاشه بيودعنا للابد شخصيه هيثم دبور. في عيب خطير في شخصيتي احتمال يبوظ علاقتنا دي خالص. كمان بيبي سايق. انا لما باكل بفرفت حواليا فرفت السنين. والشخصيه الهنديه اللي في الاخر، اوسكار نجاسه شعوري بيه معلوم. ويلا كمان اغنيه راب. ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك. دور بنفسك جوه نفسك، ما تكسلش وقوم قلب ودور هتلاقي مستك. صدقني هتلاقي مستك. دور بنفسك جوه نفسك. زي ما بقول لك، حاجه مختلفه قوي عن الموجود في مصر في الوقت ده. طيب نجحنا، نهدى بقى ونرتاح. ما في راحه. في 2010 والدنيا سخنه كده، ميكي بينزل بانجح فيلم سينمائي ليه لحد النهارده. لا تراجع ولا استسلام، بين قوسين القبضة الدامية. ميكي ما اكتفاش بزربح الشخصيات اللي قدمها في الفيلم اللي فات، بيرجع تاني ويقدم شخصية جديدة أول مرة الجمهور يشوفها، حزنبول. حزنبول مين يا اللي تتشك بطني؟ شخصية جديدة جدا مصريا، يعني انت ممكن تكون في حياتك شفت حد شبه كابتن ميشو أو دبور، لكن عمرك ما شفت حد شبه حزلقوم. من أول الاسم حزلقوم على بعضيها بقى حزلقوم. شعراء الجاهلية بيطلقوا الاسم ده على بيض الصبيط. الشعر البرتقاني، أنا صغير كان برتقاني أكتر من كده كمان. والصوت الغريب بطريقة الكلام الأغرب، حاجة عمرك ما شفتها. طيب تاني نجحنا، نهدى بقى ونرتاح. ما في راحة. في نفس السنة 2010 ميكي بيعمل أكتر عمل أيقوني في تاريخه، أنا الكبير هو الكبير. مسلسل وفي رمضان و15 حلقة، حاجة عكس المعروف وقتها في السوق كله. بس الحقيقة عشان ما اكدبش عليك، يعني ده ما كانش قرار الصناع وقتها. الناس كانوا عايزين يقدموا مسلسل طبيعي 30 حلقة، بس في وقت التصوير ميكي بيتصاب والتصوير بيقف. وقتها كانوا بيفكروا ان هم هيأجلوا المسلسل للسنة اللي بعدها، بس القرار الأخير اللي بيطلع ان هم هيقسموا المسلسل لجزئين بين 2010 و2011، وكل جزء هيبقى مكون من 15 حلقة. الحقيقة ما اعرفش القرار ده كان طلع ليه، بس كانت مصلحة. الناس بجد عملوا 15 حلقة مميزين وركزوا فيهم كويس قوي. ميكي المرة دي بيقدم شخصيتين، اول واحدة شخصية الكبير اللي قلت لك هنرجع لها تاني، اللي كانت في فيلم طير انت، بس المرة دي عملها بشكل اخف وكوميدية اكتر عشان تناسب اجواء التلفزيون. والتانية هي شخصية جوني، اللي ممكن يبان في الاول ان هي شبه شخصية ميشو اللي كانت مع الكبير في نفس الفيلم، بس مع الوقت ومع الاجزاء بتتأكد ان دي شخصية مختلفة مش نفس اللي اتقدمت. المسلسل بينجح جدا ويكسر الدنيا، وميكي في الوقت ده يبقى من الفنانين القليلين قوي اللي يقدر ينجح في السينما والتلفزيون في نفس السنة. يمكن اللي انا فاكره عمل كده كان عادل امام في 1980 لما عمل 5 افلام، انجحهم شعبان تحت الصفر، وفي نفس السنة قدم المسلسل الايقوني دموع في عيون وقحة. طول الوقت ميكي عنده نفس التفكير، انت عشان توصل لهدف جديد وبعيد لازم تجرب. فزي كل مرة قبل ما يدخل عمل جديد يفعل موديل بس المرة دي بزيادة شوية، الحقيقة بزيادة قوي. التجريب فيه كان زيادة كتير، يعني فتحنا الباب على اخره. يعني فيلم مختلف قوي عن اي حاجة اتقدمت في مصر قبل كده. سيما علي بابا، فيلمان في بروجرام واحد. طب ها الفيلم عمل ايه؟ احكي لنا عن فشلك في فيلم علي بابا. الحقيقة رغم فشل الفيلم ما تقدرش تقول عليه فيلم وحش، بس المشكلة ان درجة التجديد في الفيلم ده كانت بعيد قوي عن المشاهد، حاجة كده شبه اللي حصلت من 6 سنين وقت عرض فيلم الحاسة السابعة. بس طبعا يحسب لمكي التجديد، اصل بالله عليك مين في مصر لحد النهاردة عمل فيلم عن الفضاء؟ طيب خيشنا عادي، ارجع للكبير ب 15 حلقة كمان اللي كانوا اتأجلوا من 2010. مكي بينزل بجزء تاني من المسلسل الكبير اللي بينجح جدا، وفي اخر حلقة مكي يحب ينكش كده الجمهور
الجمهور ودخل شخصية حزلقوم في المشهد الأخير وينتهي المسلسل، وبكده المسلسل يكون خلص ومفيش أي نية لعمل أجزاء تانية. في 2012 ميكي بيقرر يعمل حاجة مختلفة شوية وينزل بألبوم راب أصله عربي. الألبوم ده ميكي حط فيه تقريبا كل الأفكار اللي شافها وعاشها في حياته. عشق للراب بدأ من المصداقية الشديدة يعني في الفن ده، يعني حسيت انه بيتكلم عني، زي اغنيه الحاسه السابعه اللي بتحكي كواليس صناعه الفيلم اللي اتكلمنا عليه قبل كده، وزي اغنيه قطر الحياه. الاغنيه دي كانت السبب في ان ناس كتير بدات رحله التعافي، والجمهور اللي بيسمع راب بقى اكبر. وخلي بالك ميكي في 2008 غير ميكي في 2012. دلوقتي بقى نجم معروف، اعماله بقت منتشره، فالجمهور اول مره يلاقي نجم هم عارفينه بيقدم لهم الفن ده طلع ان ممكن يتقدم منه حاجه مفيده فعلا، مش زي ما هم كانوا فاهمين ان الراب ده ما يطلعش منه غير شويه هبل. ميكي مش هو اللي عرف الناس في مصر يعني ايه راب، بس هو كان من الناس اللي ساعدت قوي في انتشاره بين كل الفئات العمريه، مش الشباب الصغير بس. طيب خدنا شويه راحه، نرجع تاني بقى للسينما. في 2013 بيقدم فيلم انا الاستاذ سمير ابو النيل صاحب الشقه يا حسام، اسوأ افلام احمد مكي في كل تاريخه. فيلم عادي بشخصيه مهروسه، الضحك معدوم، الجمهور وقتها جاله ايرور، هو ده مكي؟ هو ده ده بالذات الفيلم ده بقى قصه تانية، ده ليه قصه ووضع خاص. انا كان عندي خبطه نفسيه رهيبه، اعاده تفكير في كل حاجه، ما كنتش مركز برضه في رايي، مش 100% انا. الفيلم بيفشل وبيهز صورة ميكي في السوق. ده تاني عمل يفشل لميكي بعد سيما علي بابا. ميكي بعد الفشل ده بيقرر يسيب سوق الافلام خالص، ولحد النهارده ما هوبش ناحيه السينما تاني. طيب خيشنا عادي، ارجع للكبير. المره دي الجزء الثالث من الكبير، جزء ما كانش متخطط له زي اللي قبل كده. الجمهور حب الفكره بتاعت ان حزلقوم اللي اتحط في الاخر كهزار يعني انه شارك في الاحداث، ورغم ان المسلسل فيه ناس كتير ورا الكاميرا وقدام الكاميرا سابوه لاسباب مختلفه، الا ان ميكي بيعوض غياب اي حد وبيقدم الثلاث شخصيات حزلقوم وجوني والكبير بمنتهى الجمال. كنت قاعد مره بفطر مع والدتي في رمضان، والكبير كان شغال ومشهد فيه 3 كبير وجوني وحزلقوم. شويه لقيتها ايه بتبص لي كده وتبص للتلفزيون وتبص لي تاني، فضلت كتير تعمل كده. فبقول لها هو في ايه؟ تقول لي انا مش فاهمه، هو انت ابني مجنون ولا ملبوس؟ انت ازاي دول وانت ده وهم اصلا انا مصدقه انهم 3 وانت ابني. وفعلا المسلسل بينجح جدا، فقرر السنه اللي بعدها انه ينزل بالجزء الرابع، وزي ما قفلنا الجزء الثاني بشخصيه جديده يقفل الجزء الرابع كمان مره بشخصيه جديده. بس المره دي الناس ما كانتش متحمسه، 3 سنين ورا بعض من الكبير كتير. في 2015 ينزل كمان مره بالجزء الخامس من الكبير، ورغم ان الجزء ده كان فيه تجديد كتير، اتقدم فيه افكار مختلفه، غيرنا شكل الكبير، خرجنا بره المزاريطه، ضفنا شخصيات جديده، بس الجمهور كان زي خلاص من المنتج نفسه، ما كانش عايز يشوف الكبير. المسلسل ما فشلش بس يعتبر ما نجحش زي الاجزاء اللي قبله. وقتها بيحس ميكي ان كفايه كده على الكبير، بيغيب عننا سنه بس بيرجع تاني في 2017 مع هشام ماجد وشيكو ويقدموا لنا مسلسل خلصانه مش شاكر. مسلسل مختلف، فكره وشخصيات وديكورات، حاجه فريش، حاجه مختلفه عن كل اللي موجود. المسلسل بينجح بس مش النجاح الجامد قوي يعني، بس اقدر اقول لك ان المسلسل كان معمول كويس جدا، ولحد النهارده المسلسل لسه عايش، مش زي مسلسلات تانية اتعملت واتعرضت وماتت في نفس السنه اللي اتعمل فيها. بعد تصوير المسلسل ميكي بيتعب وبيجيله مرض وحش قوي. الفيروس ده فيروس ملوش علاج. ساعتها كان في تبادل ازايز ميه في مكان كنت بلعب فيه اندر جراوند بتاع بوكس بره، فرحت العب، فكان هناك ازايز الميه كلها نفس الشكل. انا اعتقد ان هو بعدها حصل كده، اتلخبطت كتير بين الازايز بيني وبين الناس كذا مره تحصل. قعدت الشهر ونص بتعالج غلط، الاحتقان احمر دم الزور كله ودايخ ومصفر كلي بتاع، كنت خلصان خالص. الاكل والشرب كان صعب جدا، كنتش عارف اكل ولا اشرب، لانه الطحال لما يلتهب الزور يحكي له احتقان فظيع، ما تعرفش تبلع يعني. لو نقطه ماء او حتى بلعت ريقي حاسس عايز اخبط راسي في الحيط، مش قادر استحمل. وقعدت فتره يدوني الغذاء بالمحاليل اللي مش عارف ابلع. بياخد تقريبا سنه من العلاج، الحمد لله بيتعافى فيها، ويظهر في اخر السنه في اغنيه وقفه ناصية زمان، الأغنية اللي فيها بيأكد ميكي إنه بقى الحمد لله كويس وقادر يرجع تاني، بس للأسف بعديها اختفى. السنة 2021 بعد 4 سنين من الغياب ميكي بيرجع بشكل جديد خالص، بعيد عن أي حاجة قدمها قبل كده. الاختيار الجزء التاني. أحمد ميكي بتاع الهزار والراب بيقدم شخصية جد، شخصية ضابط، وبيقدمها حلو قوي رغم إنه شخصية عادية، بس التجديد حتى في عالم ميكي نفسه كان مطلوب. المسلسل عجب الناس جدا وأعلن عن عودة ميكي تاني. طيب
طيب خيشنا عادي ارجع للكبير. لا ثانيه واحده، المره دي ما خيشناش. طب ليه نرجع نعمل الكبير تاني؟ يمكن مكي حس ان الناس وحشها الكبير فقرر ينزل بالجزء السادس، الجزء اللي كان فيه شخصيات جديده وافكار جديده. الجزء يحقق نجاح كبير والناس عجبها جدا، بس باين ان مكي ما بقاش عايز يجرب حاجه جديده، حاجه من بتوع زمان، حاجه من بتوع بيقدم افكار جديده في الكبير، بس بقى خايف انه يجازف ويقدم حاجه من الصفر زي ما كان بيعمل في بدايته. من ساعه ما رجع وهو ماشي جنب الحيط بيلعب في المضمون، يعني مره ظابط مره الكبير، حتى انه بيكمل وينزل بالجزء السابع. هو ما نجحش زي الجزء السادس، بس تقدر تقول كان بين البنين. هو الناس لحقت زهقت من كبير. بص، في نجوم تانيين عادي بالنسبه لهم يعملوا 5 و6 اجزاء والجمهور بتاعهم بيبقى راضي ومبسوط جدا، بس جمهور مكي مختلف عشان مكي نفسه عود الجمهور من اول يوم انه شخص مختلف. الجمهور لحق زي من كبير بكل الافكار الجديده اللي اتقدمت فيه. واضح كده ان لو اتعمل جزء تامن بنسبه كبيره هيفشل زي الجزء الخامس. وافتكر كويس 3 سنين ورا بعض من الكبير كتير. الصناع بيتجاهلوا كل المؤشرات اللي بتقول ان المسلسل هيفشل عشان في رمضان 2024 ينزل الجزء الثامن من الكبير، الجزء اللي فعلا بيخيش جامد، ولاول مره المسلسل بيلاقي انتقادات كبيره من كل الناس. مكي اخيرا بيدرك ان الجمهور عايز يريح من الكبير وعايز يشوف حاجه جديده، حاجه من حاجات احمد مكي اللي بتميزه، حاجه كده خلاص انت بقيت عارف. مكي بيقرر ان هو يجدد، وفي 2025 بينزل مسلسل الغاوي، ويا ريته ما عمل كده. اسوأ عمل يقدمه مكي في تاريخه كله. المسلسل بيفشل قوي وياخد اللقب من فيلم سمير ابو النيل. ده سمير ابو النيل يعتبر تحفه فنيه بالنسبه له. مسلسل ما فيهوش حاجه عدله، قصته تعبانه، احداثه ممله، اخراجه متواضع. المسلسل يعتبر اخر عمل لمكي وقت تصوير الحلقه دي. مكي في اكتر من 20 سنه قدم حاجات كتير متنوعه كرييتيف، اغاني، افلام، مسلسلات، اعلانات، بس الفتره الاخيره غابت الحاجات اللي بتميز مكي، الحاجه اللي خلتنا نحبه من اول. في النهايه اتمنى مكي يسمع كلام مكي. انا مقتنع بحاجه، ان انت لو ما بتجربش عمرك ما هتغير. التغيير ما بيجيش الا من التجريب، لازم تبقى فيه تجريب، والتجريب ده على الشجاعه. يعني انت وحظك. بس كده، سلام.